مساء الخير على كل متابعيني في كل مكان. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. النهارده هنعمل مع بعض احلى بليله تاكليها، يعني كده حاجه جميله جدا ومفيده، وبجد يا جماعه يعني هتاكلوا احلى بليله. اول حاجه معايا ربع كيلو من الغله. طبعا نقيته كده من حصوايه، من حبايه شعير، من اي حاجه. لازم ننضفه الاول كده وننقيه كويس، بعد كده بنشطفه كذا شطفه، وبعد كده نقعته في الميه من المغرب لتاني يوم الصبح. سبته كده عشان الحبايه كده تبقى نافشه معانا وتكون مستويه وما تاخدش سوا كتير على النار. ده بقى تاني يوم. طبعا بقى لو وصلتوا لحد كده ما تبخلوش عليا باللايك، واللي بيشوفنا لاول مره يا ريت يشترك في القناه وفعلوا جرس التنبيه علشان يوصلكم كل وصفاتي. ما تبخلوش عليا بلايكاتكم ولا بكومنتاتكم الحلوه. طبعا بقى بعد ما قعدت نقعتها في الميه من المغرب للصبح، حطيتها على البوتاجاز واديتها غلوه. طبعا الحبايه استوت معانا وبقت مفنشه كده وبقت حلوه ومستويه وما خدتش يعني وقت كتير على النار. بعد كده بقى انا كان عندي رز محطوط كان عندي رز، يعني كنت عامله قبلها رز بلبن، وكان الرز كتير، فكنت مخليه شويه كده، حطيتهم في الفريزر. بعد كده طلعتهم بقى من الفريزر، حطيت عليهم كوبايه ميه يا دوبك برضو خدوا غلوه، ونزلت عليهم بالغله. وبعد كده بقى معايا رتل من اللبن، نزلت على الغله واللبن والرز بلتر كامل من اللبن، وهحط عليه كمان كوبايه من السكر، وهديله بقى ياخد غلوتين كده مع بعضهم لحد ما الرز بتاعنا يستوي كده ويطلع النشا بتاعه وتبقى القوام بتاعها تقيل وحلو. طبعا بقى اللي وصل لحد كده ما يبخلش عليا باللايكات، واللي بيشوفنا لاول مره يا ريت يشترك في القناه وفعلوا جرس التنبيه يا جماعه عشان يوصل لكم كل وصفاتي. وطبعا برحب بكل متابعيني الجداد، بقول لهم اهلا وسهلا بيكم في قناتي، منوريني ومشرفيني، ووجودكم في قناتي شرف كبير ليا، فما نحرمش منكم ولا من دعمكم يا رب. طبعا انا بقى بعد ما حطيت اللبن والسكر اديتها غلوتين. اللبن تقل، الرز تقل معايا وبقى عامل كده فيها زي النشا. طبعا الرز بقى طلع النشا بتاعه والقوام بتاعها تقلت وبقت زي الفل، يعني سهلة وبسيطة وجميلة. عايزة اقول لكم بقى على الفوائد، يعني هي من احلى واجمل الفوائد، حلوة جدا للاطفال وحلوة للكبار، وهي يعني فيها فوائد كتيرة قوي، وفيها فيتامينات عالية. فأتمنى انكم دايما يعني لو تعملوها مرتين أو 3 في الشهر بتبقى جميلة جدا يا جماعة وصحية وحلوة. هي خلاص بقى كده، انا خلاص اديتها بقى غلوتين اهوت. بعد كده هطفى عليها. عندك بقى مكسرات ممكن تحطي اي مكسرات موجودة عندك. انا بقى كان عندي زبيب حطيته. عايزه اقول لكم بقى على الطعم والحلاوه، بجد هتاكلوا احلى بليله يا جماعه. حاجه كده روعه وجميله، ويا سلام بقى لما تاكلها كده في الحر اللي احنا فيه ده وهي طالعه من التلاجة كده، ما اقولكوش على الجمال والروعه. تاكليها بقى في الشتاء وهي سخنه تدفيكي كده وتديكي طاقه ويعني نشاط، بجد فوائدها جميله جدا وتحفه جدا يا جماعه. طبعا انا بعد ما اديتها بقى الغلوه طلعتها بقى اهوت، وهصبها في الكاسات. تعالوا بقى شوفوا الجمال والروعه والقوام، وحاجه بجد يا جماعه تحفه تحفه تحفه. طبعا الرز بتاعنا بقى استوى ونزل النشا بتاعه والقوام تقل وبقت حاجة جميلة. ما حطيتش لا نشا ولا حطيت اي حاجة خالص غير الرز والغلة واللبن عليها. طبعا شايفين التقل بقى وشايفين القوام، وكمان حبيت الغلة مستوية وناشفة نافشة كده وحلوة، والرز برضو رخر مستوي وجميل. يعني بتاكلي احلى بليلة واحلى مشروع تحبي تعمليه، وحبيتي تعملي مشروع احلى مشروع تعمليه. كمان بقى هزين بقى
بالزبيب، اي مكسرات زي ما قلت لك، والسكر برضو ده حسب رغبتك وحسب ما انت عايزاها. بس بصراحة حاجة كده تحفة يا جماعة. ايه الجمال والروعة ده، يعني بجد تحفة تحفة تحفة. الله على الجمال والحلاوة. يا سلام عليها كده وهي طالعة من التلاجة وبتاكليها كده، ترتب عليكي في الحر ده، وفي الشتاء تديك الطاقة والنشاط وكل حاجة. طبعا لحد كده الفيديو بتاعنا يعتبر انتهى. لو عجبكم بقى الوصفة متنسونيش بقى باللايك، وتبخلوش عليا بالكومنتات بتاعتكم، ولا تبخلوا عليا بالاشتراكات. اشوفكم بقى في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.